وهو ده كان التخصص الامثل بالنسبه لي. صح ان انا خريجه كليه زراعه جامعه اسكندريه لسنه 98. ليه الشعار بتاع المؤسسه محطوط فيه الارنب بالذات؟ الارنب يمكن حصل بيني وبينه عشق روحي كده، اثرت فيه واثر فيا. ما شاء الله، حضرتك اصلا مثل وقدوه للمراه المصريه، يعني كلنا بنعتز بحضرتك جدا، وخصوصا ان احنا دلوقتي في احتفال باليوم العالمي للمراه المصريه. ما شاء الله. حضرتك مشاركه فيه؟ لا ما شاركتش فيه. ليه؟ طب لا والله ما لهمش حق، ما ينفع. مفيش وقت. والله يعني. طب حضرتك خريجه زراعه ولا خريجه هندسه؟ لا، هو المفروض ان انا يعني الصح ان انا خريجه كليه زراعه جامعه اسكندريه لسنه 98. بعد كده انا حضرت في المجال الخاص في الانتاج الداجيني، او بالاخص في مشروع الارنب في التغذيه وفي الامراض. وكان دي رساله الخاصه بيا بالماجستير، وهو ده كان التخصص الامثل بالنسبه لي. لكن في ناس كتير ممكن يعني تحسب ان انا دكتوره بيطريه. هو حضرتك عملت لكن انا خدت في مجالات مختلفه، او عملت الدكتوراه بتاعتي والماجستير بتاعي في اكتر من مجالات، كلها مربوطه في نفس الاطار التجاري اللي احنا بنشتغل فيه. ما شاء الله، حلو جدا. في حاجه برضو ملفته اكتر، يعني زي ما اسم مؤسسه ألف ب برضو كان ملفت لينا، هو شعار الارنب. يعني ليه الشعار بتاع المؤسسه محطوط فيه الارنب بالذات؟ عشان الارنب هو كان مشروع رقم 1 في مؤسسه ألف ب. الارنب يمكن حصل بيني وبينه عشق روحي كده، او ارتباط داخلي ما بيني وما بين الارنب، اثرت فيه واثر فيا. ممكن تكون الناس يعني تقول ازاي، يعني في ناس كانت ربة الارانب لمجرد كلامي انا عن الارنب، ان شاء الله، من كتر حبي عن الارنب، حبي في الارنب. من حبي في الارنب في كده في احد الصفحات الخاصه بيا في صفحه مبادره مشروع لكل اسره، في زي مجموعه رسائل الارنب كاتبها عن نفسه، وانا كاتباها بناء عن الارنب، يعني كدراما، يعني ايه، ساخره كده. كنت كاتباها بعنوان الارنب هارب من المزرعه. يعني هو هارب من المزرعه. احنا هنا بندرس بنقول ان الارنب عايز ايه، واحنا كشخص كبني ادم بنعامله كحيوان، فنسينا ان هو كائن حي، ونسينا ان هو ليه متطلبات وليه بادي لانجوج وليه سايكولوجي. يعني انا عامله حاجه جميله قوي في سايكولوجي الارنب، ازاي ان انا افهم الارنب من حركاته، من حركات وجهه، من حركات ايديه، من طريقه اكله، من طريقه لفه في البوكس. فكان الارنب اخذ مني نصيب الاسد من المشروعات التانية. يمكن اكتر مشروع انا تفرغت له وكنت بشتغل فيه انا واولادي بايدينا. ما شاء الله. وكان الارنب يمكن يكون، انا دايما لما يجي حد يكلمني انا متحيزه للارنب بصوره كبيره جدا. الارنب فعلا في الدول الاوروبيه صناعه، مش مشروع. الارنب في الحظيره ياكل يعني جزر وياكل خس والقصه دي، لا، الارنب في مشروع الارنب في الدول الاوروبيه صناعه حقيقيه، بس هو مش واخد الفرصه الكامله ليه ممكن يكون في مصر. ما شاء الله.